السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا شباب. طبعا قصة الأخت شروق الذي في المملكة العربية السعودية، يمنية في المملكة العربية السعودية، دافعت عن نفسها، كان بيعتدي عليها واحد، دافعت عن نفسها فارق الحياة. فالآن هون حكموا عليه إعدام، والإعدام قدوه قريب، فحكموا عليه مبلغ مليون ومدري كم، كان 10 مليون، فالآن قدوه مليون، فباقي 11 يوم للإعدام. فنرجو يعني التفاعل منها. الله يا شعب اليمن، هي دافعت عن نفسها، لا يجوز انها تموت بسبب انه يعني دافعت عن نفسها، فافزعوا معها. وللتوضيح اكثر اسمعوا الفيديو حقه كامل، والتحيات للجميع. انا اوصل صوت امرأة ما تقدر ان صوتها يوصل. صلوا على النبي. اليوم جمعة، انتم تدرون انه ما من عوايدي انا اقوم واصور في هذا التوقيت، ولا من عوايدي ان انا اكون منزله مقطع والحق وراه مقطع ثاني في نفس اليوم، يعني ما يكون الاول كمل له اكثر من يوم. ايش القصه اللي خلني افز من مكاني والبس عبايتي على طول عشان اتكلم؟ انا بنت عمري 23 سنه، وتوفى ابوي الله يرحمه، وعندي حاله صرع منذ الصغر. كنت عايشه حياتي الى ما حد جاء هذا اليوم الاسود اللي ما كنت اتوقع ولا كنت اتخيله. تقرب الي شخص وحاول انه يعتدي علي، فبدأت أبادر بالدفاع عن نفسي، أدافع إلى حد ما دخل الشيطان ووقع الخطأ. زهقت هذه الروح، ودعت هذه الروح. أنا تحملت أني أسجن 4 سنين في 4 جدران. أمي ما في أحد يساعدها ولا في أحد معاها أنه يكفي ويغطي ويسد هذه الدية اللي طالبوا فيها أهل الشخص اللي ودع. كم الدية اللي طلع؟ 10 مليون. لما شافوا الأوضاع صعبة نزلوها، وقعدوا ينزلون فيها إلى حد ما وصلت 3 مليون. سددت كم؟ سددت مليون. كم تبقى؟ مليونين عشان تنسد. بس أنا باقي لي 13 يوم وأصير في ساحة لا أرض ولا سماء، قاعدة أوصل صوتي من خلال أطراف آخرين ووسائل أخرى تساهم بأنه يوصل أكبر عدد ممكن، لأن 13 يوم هذه أنا يا أكون مع أمي أو أكون عند ربي. هذه قصة شروق، وكم تبقى لها يوم نرجع ونعيد؟ 13 يوم، يعني الوقت ضيق، والدية مليونين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبة مؤمنة ستره الله بها بكل عضو منه من النار. تخيلون قد وش فضل المساهمة وعتق الرقبة. فاللي تقدرون تسوونه سووه. أنا سولفوا تحت المقطع، حطوا تعليقات، سووا أي شيء. أنا مو قاعدة أتكلم بلساني، أنا أتكلم بلسان حال شروق. ولا أعتقد أن في مصيبة أشد من هذه المصيبة، أنك تكون عارف باقي لك 13 يوم ما تدري وضعك فيها وش، بتكمل ولا بتوقف.